وكالعادة يا صديقي، مش محتاج أقولك إن لو ما صليتش أي فرض من فروض ربنا النهاردة، قوم صلي دلوقتي قبل ما تبدأ الفيديو، لأن الصلاة أهم مني ومن الفيديو ومن أي حاجة في الدنيا. وطبعا لو أنت مش عامل اشتراك، أنت فايتك كتير جدا، لأن القناة هتجيب حاجات جامدة الفترة اللي جاية. اعمل اشتراك دلوقتي عشان نوصل ل500 ألف مشترك في أسرع وقت. يلا نصلي على النبي ونبدأ الفيلم. بيبدأ الفيلم سنة 1970، وبنشوف مشهد حزين جدا لبنت صغيرة ماتت عندها 4 سنين اسمها إيد. أمها عيطت كتير جدا وانهارت بسبب موتها. اللي عملته ساعتها إنها مسكت سكينة كبيرة وهي بتعيط، وخلصت على كل الحيوانات اللي في مزرعتها. بعد كده راحت قدام بيت كبير، والعيلة اللي فيه كانت عبارة عن أب وأم وبنتهم. اليوم ده كان عيد ميلاد البنت، وكلهم مبسوطين جدا. لكن الست اللي واقفة بره كانت بتبص عليهم وتعيط، وبعدين شنقت نفسها في الشجرة الكبيرة اللي قدام البيت. دلوقتي بعد 30 سنة، في سنة 2000، بنشوف أرون في المدرسة فرحانة جدا عشان عيد ميلادها الأسبوع الجاي، وبتعزم كل زمايلها. فجأة بتشوف شبح الست اللي شفناها قبل كده، وده بيخلي أرون تخاف جدا. أرون بتتجنن من الخوف وبتهجم على الشبح، بس الهجوم ده بيكون على زمايلها وبتسبب لهم إصابات خطيرة. بعد الحادثة، إدارة المدرسة استدعوا لأرون أمها اللي هنسميها لاستي عشان الاسم طويل. المدرسة رفضت أرون، وبلغوا لاستي إنها تحمد ربنا إنهم ما قدموش بلاغ للشرطة. لاستي بتاخد أرون ومعاها أختها الكبرى ليا، اللي هي بنتها بالتبني. ليا شايفة إن مشكلة أرون خطيرة وإن الأفضل تدخلها مستشفى الأمراض العقلية، لكن لاستي بتغضب وما توافقش على ده. في الطريق، أرون بتشوف الشبح في المراية وبيتريق عليها، وبعدها بتوصل بيتها وأخوها الصغير راما بيكون مستنيها. أرون بتروح أوضتها بهدوء، وبيجي راما يتأكد إنها كويسة. أرون بتبص على صورة سورش اللي مات، وهنا ننتقل لفلاش باك. قبل 4 سنين، يوم 29 من فبراير 1996، يوم عيد ميلاد أرون، سورش بيجي يهنئها فجأة وبتحصل حادثة مع سكينة ويصيب سورش. أرون بترجع طبيعية، لكن سورش قبل ما يموت بيقول لأمه لاستي إن بنتهم ملعونة ولازم يشيلوا اللعنة، وبيكتب كل حاجة في مذكراته. 4 سنين عدت بعد الحادثة. لاستي ما فتحتش المذكرات عشان خايفة، بس مع قرب عيد ميلاد أرون بدأت تظهر تصرفات غريبة. لاستي قررت تقرأ مذكرات زوجها، وبتكتشف أسماء دجالين ومشعوذين لازم أرون تتعالج عندهم قبل عيد ميلادها، عشان الشيطان اللي مستحوذ عليها ما يخرجش عن السيطرة. لاستي وأولادها بيروحوا عند المشعوذ اسمه ستوم، وده بيطلب فلوس كتير لكنها توافق. أرون بتروح الحمام مع راما، وبتبدأ تحس بألم فجائي في دماغها، وأخوها بيختفي. شبح طفل بيظهر لها ويحذرها من ستوم، وبيوريها رؤية للطقوس الشريرة اللي عملها على الأطفال. ستوم بيبدأ الطقوس، وأرون بتتحول لشبح وتخوف راما اللي بيقع من الخوف. بعد كده روهانا بتبدأ طقوس تانية على أرون. بنكتشف إن البنت اللي كانت في البيت الكبير زمان والست اللي انتحرت اسمها مارسينا كانت السبب في كل اللي حصل. مارسينا عانت في حياتها، وبعد موت بنتها اتدمرت نفسيا. لاستي بتحاول تنقذ أرون، وبتروح تتكلم مع عم سوجير اللي كان متعلق بمارسينا، ويكشف لها عن السحر الأسود اللي معمول لعيلتها، وإنه مارسينا عايزة تنتقم. أرون بتستحوذ عليها روح مارسينا، وبتبدأ تعمل فوضى ومذبحة كبيرة، وتموت ناس كتير بما فيهم المشعوذ دراجة. لاستي بتحاول تنقذ أرون واللي ينقذها، بتواجه مارسينيا بنفسها وتسيطر على روحها، وبالطريقة دي لاستي بتكون المضيف الجديد لروح مارسينا، وبتنجح في حماية أرون. آخر الفيلم بنشوف أرون وليا وراما قدام لاستي، وبيقولوا لها إنهم هيحبوا فاكرينها طول عمرهم ومش هينسوها أبدا. ولحد هنا بتنتهي أحداث الفيلم. فيلم مرعب وجامد جدا، تقييمي له 66%. متنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.